ورق العنب وش السعد عليهم ودخلوا في تحدي مع نفسهم عشان يحققوا حلم حياتها ويفتحوا مطعم باسمهم واشتركوا في برنامج مليون باوند منيو. حكاية شيماء ومسعود ازاي اتشهروا وازاي حققوا حلم حياتهم وايه هي رحلة نجاحهم، وتفتكروا هيفتحوا فرع المطعم الجديد بتاعهم فين؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو. النجاح مش سهل خالص وبتتعب قوي لحد ما توصل للي نفسك فيه، وبيحتاج تحدي ومغامرة علشان تحقق حلم حياتك ويفتحوا مطعم أحلامهم. كلامنا هنا عن شيماء ومسعود اللي شرفوا مصر ودخلوا في تحدي علشان يحققوا حلم حياتهم اللي بيحلموا بيه ليل نهار، واشتغلوا كل حاجة لحد ما بقوا من أشهر صناع محتوى للطبخ والأكلات في مصر والوطن العربي. طبعا أول ما بنسمع اسم شيماء ومسعود بيجي في بالنا أغرب الأكلات والتحديات اللي بيعملوها مع بعض، وغير طبعا الأكلات اللي بيعملوها وبتطلع من تحت إيديهم وتقولوا زي التحفة الفنية. دايما بيسعوا إنهم يعملوا مطعم باسمهم، وأول ما بدأوا كانوا بيعملوا أكلات بيتي من قلب البيت وبيوصلوا بنفسهم، وبعد كده واحده واحده عملوا كمان الاكلات السريعه والجاهزه على الطبخ بس. حصلت ظروف وحصل لهم دروب، بس العزل المنزلي ساعتها الناس كانت بتخاف تجيب اكل من بره علشان ما يتاذوش. هم بقالهم اكتر من 10 سنين فاتحين قناه باسمهم شيماء ومسعود، يعني من 2014. هم اتنين متجوزين عن حب وحبها من اول نظره، بتحسهم لايقين على بعض ودماغهم واحده، حتى في التحديات ذوقهم واحد. تصدر اسم الثنائي خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد ما ظهروا في برنامج فيه مستثمرين يساعدوهم علشان يعملوا مطعم احلامهم، وحسوا انها فرصه ممكن تجيلهم من طبق من ذهب، واشتركوا فيها وحبوا التجربه وسافروا علشان يقدموا موهبتهم. يا ترى تفتكروا قدموا ايه؟ فاجئوا الحكام بانهم عملوا ميكس يمكن اول مره نسمع عنه، والحكام نفسهم والمستثمرين حسوا ان الميكس غريب، واول ما تشوفه هتقلق من الميكس ده وهتقول عليه مش حلو خالص، بس اللي حصل عكس كده تماما، استغربوا بانه حلو على غير العاده. يا ترى عملوا ايه؟ شيماء ومسعود قرروا يبهروا الحكام بحاجه جديده ومش موجوده عند ناس كتير، وقدموها بطريقه مختلفه كعادتهم للاكلات الغريبه. عملوا ورق عنب بالجمبري بصوص فيه الخلطه السريه بتاعتهم، وهنا الحكام انبهروا بان الميكس ده كله لايق على بعضه. هنا شيماء ومسعود طالبين من المستثمرين مليون جنيه مقابل انهم يفتحوا مطعم احلامهم، واللي هيبقى عباره عن ورق بالجمبري بالصوص بتاعهم. فكذا مستثمر انبهر بالفكره وانها حلوه وكل حاجه، بس ما تنفعش مطعم كبير يكون كل المنيو بتاعه عباره عن ورق عنب بالجمبري وبس. ففي اللي اقترح انه يكون مثلا في علب ويتباع في سوبر ماركتس، وفي اللي شايف انه ممكن يتعمل بوست صغير وعليه اسمهم، ودي انسب فكره عجبت شيماء ومسعود، ودي تعتبر اول خطوه في طريق نجاحهم. وهنا ناس كتير سالوهم عن المطعم الجديد بتاعهم اللي هيشغلوه، هل هيكون ان يكون في شيفات وفود بلوجرز ويطلعوا بمحتوى على السوشيال ميديا كعادتهم؟ فكان ردهم عليهم انهم هيفضلوا زي ما هم، وما يقدروش يبعدوا عن متابعينهم بنصايحهم واختراعاتهم اللي ما بتخلصش خالص، ولازم من كل بلد اكله ويجددوا في شكل الاكل وبيخلوها كرييتيف اكتر. وده غير الاكلات الافرنجي اللي بيبهروا بيها المتابعين زي المكرونه بالمامن تشيز، واللي قالت ان السر نحط بودره الجبنه بتاعه الفشار. ومش بس كده، ده غير الاكلات الاسيويه والاندومي الكوري اللي بيعملوها وبيغيروا نكهه الاكله وبيودوها في حته تانية خالص. يا ترى جربتوا اكلات وتحديات شيماء ومسعود ولا لسه؟ شاركونا في التعليقات.